النهاردة عاملة معاكِ الفتة المصرية بطعم زمان، الأكلة اللي بتلم العيلة على سفرة واحدة، وأول حاجة لازم تعرفيها إن الفتة علشان تطلع حلوة وطعمها يبهر كل اللي هياكل، لازم الشوربة تكون مضبوطة ودسمة، عشان كده هنجهّز مع بعض شوربة غنية كده تخلّي الفتة قمر وطعمها رهيب. يالّا نشوف. أول حاجة معلقة سمنة نحط فيها بتسخن نحط فيها الحبهان، إحنا كاسرين حبهان ونقفل الغطا عشان ياخد ريحة شوية، يطلّع ريحته يعني. بعد كده بنحط اللحمة على طول، دي مهمة الخطوة دي جدًا، بتخلّي اللحمة ريحتها حلوة أوي، وريحة الحبهان كلّها بتبقى جوّه اللحمة، تاخد تشويحة حلوة كده دقيقتين 3 أكتر، لحد ما كلّها آآ تاخد صدمة، ما تنزّلش أي مَيّة وتاخد لون، يعني أنتِ هتشوفي دلوقتي باحرّكها على جميع الاتجاهات وبتاخد لون حلو أوي، هو اللون ده حلو جدًا. بعد كده نبدأ نحط مَيّة سخنة عليها، برضه دي مهمة جدًا، ما نحطش مَيّة ساقعة، نحط مَيّة سخنة مغلية ونقلّبها شوية لحد ما تغلي، هنحضّر ال الخضار اللي بتتحط عليها، الخضار نُص طماطماية وبصلاية، ومهمة جدًا شوية دهون، ولو ليّا ضاني بتبقى قمر أوي، إحنا قطّعناهم وحطينا عليهم ملح وفلفل أسود ونزّلناهم بعد ما الشوربة غليت، ونسيبها كده تغلي غلوة واحدة، وبعدين نوطّي عليها النار نخلّيها النار ضعيفة جدًا، تستوي بقى براحتها، تاخد تقريبًا ساعة وربع، ساعة ونُص على الأكتر يعني، ده بالكتير أوي. هي كده غليت هنغطّي ونوطّي النار بقى. دلوقتي هنعمل الرز، شوية زيت، معلقة زيت على نُص معلقة سمنة، ده مَج رز على حسب بقى أنتِ ممكن تزوّدي براحتك. هنقلّبه برضه لازم الرز ياخد cover كُلّه يبقى فيه الزيت والسمنة كده عشان يطلع مفلفل وحلو بالشكل ده. وبعد كده نحُط عليه المَيّة، وباحب أنا الMaggi جدًا الخضار، حطينا عليه قالب وشوية ملح وبرضه يغلي، وبعدين نوطّي النار عليه خالص لمدة ربع ساعة هيكون خلص. ده بقى العيش بتاع الفتة ده عيش السوري، بنقطّعه، بنخلّيه يبقى مربعات صغنّنة بالمقص كده أسهل كتير جدًا، باقطّعه كده بالمقص بالطول، وبعد كده باقطّعه كده مربعات صغنّنة بالشكل ده. الشكل طبعًا مهم جدًا، يعني شكل الأكل لمّا بيبقى حلو بيفتح النِفس، فالمربعات دي شكلها حلو أوي. بعد كده هنحمّره في زيت، الزيت سِخن، هننزل بالعيش يتحمّر كويس، كل شوية نقلّب لحد ما ياخد لون دهبي غامق شوية، هو كده شوية لسه فاتح. برضه الترِكّة دي بتخلّي الفتة طعمها تحفة، والعيش ده بيفضل مقرمش وطعمه حلو جدًا، وطعم التحمير بيبقى باين، يعني الآلية فيه بتبقى حلوة أوي. هو الشكل كده هو المضبوط، هنبدأ نطلّعه على مناديل عشان أي زيت زيادة المنديل بيمتصّه بالشكل ده. كده بقى هنعمل الصلصة، معلقة سمنة، ودي معلقة توم، عليها ملح ومدقوقة، وتشويحة تاخد تشويحة ما يحمرّش وهو لونه فاتح، تشويحة صغيّرة، وبعد كده هنحط الخل، شوية خل ونقلّب. الريحة بقى في الوقت ده بتملى البيت كلّه، الريحة بتبقى تحفة في الوقت ده أول ما بننزّل الخل، نقلّب وبعد كده ننزل بطماطم، دي طماطمتين معصورين في الخلاط، نحطهم وبننزل عليهم بملح وفلفل أسود، ونقلّب دقيقتين 3 كده. أنا مش عايزاها متسبكة، ما باحبهاش تقيلة أوي، بتبقى شوية خفيفة، يعني هو كده حلو، لكن أتقل من كده لأ، على حسب ما تحبوا، لكن أنا باحبها كده. بُص العيش مقرمش وحلو إزاي، وبيفضل مقرمش حتى لمّا بيتحط في الشوربة. لو لسه معايا لحد هنا اعملي لي لايك للفيديو، ولو أول مرّة تشوفي القناة ما تنسيش تفعلي الجرس عشان يوصلِك كل جديد. إحنا بقى الفتة بنطبّقها إزاي، بنجيب العيش ونحط عليه معلقتين 3 كده رز، وبعدين نجيب شوية شوربة طبعًا بنصفّيها، بُصّي الشوربة قد إيه جميلة وتقيلة وحلوة ودسمة، اللي فوق ده حبّهان، شوية شوربة في مَج كده بعيد أو في طبق،
ونحط عليهم شوية من الصلصة، معلقتين 3 كده، كبشتين 3 صلصة، ونقلّبهم مع بعض عشان التشريبة دي بنحطها على الرز والعيش يبقى طعمه حلو، ما ناكلش من فوق يعني ما يبقاش فيه بس التشريبة دي، ومن تحت يبقى الأكل مايع مجرد رز وعيش بس، كُلّه يبقى آخد من الطعم ده، دي برضه حاجة مهمة جدًا. نحط شوية نفضل نقلّب عشان كلّهم يشربوا من بعض والرز كلّه والعيش يمتص الشوربة بالتوم والخل والحاجات الحلوة دي، وبعد كده نسويها في الصينية ونحط الجزء التاني بعد كده من الرز. عارفة إن المصريين القدماء كان عندهم أكلات شبيهة بالفتة، وكانوا بيستخدموا الخبز والمرق مع بعض من آلاف السنين، ده دليل على قد إيه إحنا محافظين على تاريخنا في الأكل، وكل لقمة بتحكي قصة من أيام زمان. إحنا دلوقتي حطينا كل الرز اللي باقي، ونبدأ بقى نحط ال الدقة دي اللي هي التوم والطماطم والخل، نزّلناها بالشكل ده، ونبدأ بقى نحط إيه، اللحمة عليها، شكل القمر ده، شكل أصلًا يفتح النِفس، والريحة مالية البيت كلّه، ريحة جميلة، ريحة بيوت زمان الجميلة، شوية السمنة اللي فضلوا حطيتهم على اللحمة يدّوها لمعة كده وطراوة، تبقى حلوة، ورشة فلفل أسود بالملح على اللحمة، إيه رأيِك؟ شكل فظيع، حلو جدًا، بُصّي قد إيه جميلة، نبدأ بقى ندوق الفقرة اللي باحبها. جرّبي الفتة، هتلاقي الكل مبسوط حوالين الطبق، ولو عملتِ الأكلة بالطريقة دي الكل هيسأل عملتيها إزاي؟ بُصّي بقى أول لقمة، العيش على فكرة ما بقاش طري، لسه مقرمش، مع إن اتحط له شوربة، بُصّوا بيطلع مقرمش إزاي وحلو، مش مقرمش زي ما كان في الأول، بس لسه فيه قرمشة مش الطري أوي ومايع كده، واللحمة مستوية ودايبة، حلوة جدًا، والرز طعمه حلو جدًا، والتشريبة اللي إحنا عملناها خلِّت الفتة في مكان تاني خالص، الطعم اللي فوق زي الطعم اللي تحت، زي ما في تشريبة فوق، حطينا كمان تشريبة تحت، كل الأكل ما بناخد المعلقة كده كلّها بتبقى طعمها حلو فيها التوم والخل والطماطم، كلّه زي بعضه، واللحمة مستوية ودايبة وطعمها جميل، جرّبيها وبألف هنا.